السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أخبارنا النهاردة: هل سيتم صرف المعاش قبل عيد الأضحى؟ وموعد وجدول صرف معاشات شهر يوليو 2023. بس قبل ما نبتدي الأخبار ما ننساش اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصلكم بإذن الله. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 للمواطنين المستحقين بداية من يوم السبت الأول من يوليو المقبل والموافق اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك. وأوضحت التأمينات خلال منشور لها عبر موقعها الإلكتروني أن جميع المستحقين للمعاشات يستطيعون صرفها من ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك والبريد والمحافظ الإلكترونية ومنافذ شركة فوري، على أن يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 على 3 شرائح. بتصرف معاشات شهر يوليو 2023 الأقل من 1300 جنيه يومي السبت والأحد 1 و2 يوليو. وتصرف معاشات شهر يوليو التي تبدأ من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 يوليو. بتصرف معاشات شهر يوليو التي أكثر من 2300 جنيه يومي الأربعاء والخميس 7 و8 يوليو. وتبدأ الحكومة في تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% سنويا مع بداية العام المالي الجديد بموجب قانون الخدمة المدنية، وهي زيادة تمنح لتحسين دخول أصحاب المعاشات. وكان رئيس الجمهورية قد أقر هذه الزيادة 15% وبحد أدنى 175 جنيه لأصحاب المعاشات خلال شهر إبريل الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين لتخفيف أثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على المواطنين. وهنتعرف على جدول زيادة المعاشات. المعاشات قبل الزيادة 15% والمعاشات بعد الزيادة 15%. الذي يتقاضى 1300 جنيه أصبح يتقاضى 1495 جنيه، والذي يتقاضى 2300 جنيه أصبح يتقاضى 2645 جنيه، والذي يتقاضى 3500 جنيه أصبح يتقاضى 4025 جنيه، الذي يتقاضى 4300 جنيه أصبح يتقاضى 4945 جنيه، الذي يتقاضى 5300 جنيه أصبح يتقاضى 6095 جنيه، والذي يتقاضى 6500 جنيه أصبح يتقاضى 7475 جنيه. دي كانت اخبارنا النهارده، وكل عام وانتم بخير. وما ننساش اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم باذن الله. ومع السلامه.